السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه الياسمينه. جبت لكم اليوم وصفه بنيون، وصفه سهله ويجي بنين بزاف ويقطع لكم كميه مليحه. يعني هذه الوصفه كتعتمديها في المناسبات غادي يعني تفرحك بالكميه اللي غادي تخرجها لك. بالنسبه للمقادير، مقادير سهله جدا. نحتاج هنايا بول تاع بسكوي، يعني مرحين نشروه من برا، مهم يكون نوعيه جيده. عندي هنايا نصف بول تاع مكسرات مخلطين. انا هنا عندي مكسرات مخلطين، درتهم في يعني يتحمصوا ورحيتهم، ومن بعد يعني خليتهم يبردوا ودرت لهم في الخليط. وعندي هنايا تاني كميه من الكوفريت اللي يكون عندك. وعندي هنايا نبدا نلم فيهم بالحسيله والحسيله والزبده، كنت ذوبتهم ديجا مع بعض. طبعا ديروا نص كميه، مثلا ديروا 125 غرام زبده دائبه في 4 مغارف كبار تاع حسل، وخلوهم يذوبوا، واذا خصكم زيدوا. وعندي هنايا بلا ما ننسى 2 ملاعق كبار تاع كاكاو باش يعطينا يعني لون مليح. وهنايا نستحقوا بابي فيلم كما راكم تشوفوا. هذا بابي فيلم غادي يعاونكم بزاف باش تخدموا الحربوش، لانه شويه كي نقولوا الخليط تاعكم يجيكم شويه يتفتت. كي نديروا له بابي فيلم غادي يحكم روحه. هنا بعد ما لويناه بهذه الطريقه نزيروا عليه مليح مليح كما راكم تشوفوا، وندخلوهم للمجمد. يعني نخلوهم حوالي 10 دقائق باش يشد روحه مليح ويولي جامد، ويعاوننا باش كي نديروا له الكلاصاج بالخف يجمد لنا. شتو هنايا كميه صغيره، شوفوا شحال دار لي ما نحربوش. قلت لكم يعني هذه الوصفه حاجه شابه فيها انه بنينه وتقطع لكم كميه مليحه. بالنسبه للكلاصاج انا كانت عندي هنا 250 غرام تاع شوكولا بذوق الحليب، ذوبتها في باماغي، ومن بعد زدت لها 2 ملاعق كبار تاع زيت باش تعطيني هذيك لا بريونس وباش تخفف لي شويه شوكولا. ومن بعد خلطها مليح مليح كما راكم تشوفوا هنايا بالبنسو. نبدو نقلاصو فيه باش يعطينا هذيك الخطوط راكم تشوفوا فيها، يبان كي جد على الشجره. وهنا نبدو نديرو مقروضات، نحاولوا نديرو مقروضات قد بعض. اللي ما تقدش يعني ما تعرفش دير حبه كيما اختها، ديري يعني بالحبه قعدي عبري يعني قطعي حبه وبيها قعدي تعبري كامل الحربوش تاعك. انا هنا خليتهم يعني يبردوا مليح ويجمد لنا هذاك الكلاصاج، ومن بعد زينته بالبندق من الفوق. تقدروا ديروا اي تزيين راكم باغيينه. كما راكم تشوفوا قاطو ساهل ماهل ويحمر الوجه. ما تنساوش ديروا لي اعجاب لا فيديو واشتراك للقناه.